ازاي تكوني انسان جديد؟ واحد، علاقتك بربنا، وعلاقتك بربنا مش بالصلاة، مش بالصوم، مش بالعبادات وبس. علاقتك بربنا العلاقة الروحانية اللي تخليكي قاعدة دلوقتي لا قدر الله عربية بتتحرق، بيت بيتهد، راجل مشي، حد مات، ابن مات، ام ماتت، اب مات، ايا كان اللي يحصل انت تشوفي انه اكيد وراه خير. يعني تشوفي الخير خير وتشوفي الشر خير. نمرة 2، لازم تكوني بني ادم عنده مصدر دخل. الفلوس مهمة، والفلوس من اهم الحاجات اللي في الدنيا دي، وطول ما في جيبك فيه فلوس او في رصيد عندك في البنك فانت نفسيا هتبقي قاعدة مستريح. نمرة 3، علاقتك بأهلك، علاقتك بأبوكي وعلاقتك بأمك. الواحد مهما اختلف مع أبوه وأمه لكن في الأول وفي الآخر ده السند ودي الظهر. ده ال الحب الغير مشروط. مهما اختلفت معاهم، مهما ما كانوش فاهميني وانا مش فاهماهم وقافشين عليا وانا قافشه معاهم، لكن في الاول وفي الاخر علاقتك بابوكي وامك من اهم الحاجات اللي ممكن تخليكي انسان جديد كل يوم. وطبعا غير انه ربنا سبحانه وتعالى وصى عليهم في القرآن الكريم، والرسول عليه افضل الصلاة والسلام وجميع الاديان وصت بالاب والام. البعد عن الرجاله التوكسيك، الرجاله السامه، خفه عوم. كل ما خف الرجاله التوكسيك في حياتي اللي هم قارفين عليا عيشتي ومضايقني في عيشتي ومهبطيني وسادين نفسي وعماله الف وادور حوالين نفسي كده زي الفرخه الدايخه، كل ما نخف منهم نكون انسان جديد، نكون انسان سعيد. 4، الرياضه والاكل. الرياضة انت بتطلعي فيها غضبك، بتطلعي فيها غلك، بتطلعي فيها الطاقة السلبية. الرياضة بتشد الجسم، الرياضة بتحسن النفسية، الرياضة بتخليكي واقفة قدام مرايتك مبسوطة منك، وده طبعا ينعكس عن ثقتك في نفسك. الأكل الصحي، كل ما نقلل السكر البشرة يبان عليها ان احنا أصغر سنا، كل ما نقلل محمر البطن ما تطلعش، الجسم يبقى مظبوط فتباني كتكوتة، حتى لو انت سنك كبير فنفسيتك تكون احسن، فتعرفي تكوني انسان جديد، تعرفي تكوني انسان سعيد. لازم علشان انا اكون انسان جديد يكون في حياتي في جدول، الجدول ده انا مشغولة بيه. مخلفة بتشغل بالعيال وبشتغل وبشوف صحابي وبشوف مشاكلهم وبشوف امي وابويا وبشوف حياتي وبشوف جوزي، بشوف خطيبي، بشوف نفسي. دايما يبقى في حاجة كده ايه زي ما بيقولوا السلوت، اليوم في من الساعة 9 للساعة 4 انا مشغولة، ومن 4 ل 5 مشغولة، ومن 6 ل 7 مشغولة، ومن 8 ل 9 انا مشغولة. علشان طول ما انا مشغولة فانا مش هحس بملل، مش هحس برتابة. طول ما انا مشغولة كل المنغصات اللي بتجيلي كل يوم هيكون وقعها على حياتي اخف في الخفيف. اختيار الناس اللي حوالينا، ودي النقطة اللي بعديها، اختيار مهم جدا. مهم جدا ان حضرتك تختاري ناس ايجابيه، مهم تختاري ناس بتقولك انت قد ايه حلوه، انت قد ايه ناجحه، برافو عليكي، كملي، شاطره، ولا يهمك منه، هو الخسران، انت تستاهلي سيد سيدو، شكلك قمر النهارده، محدش ينتقدك، محدش يقرفك في عيشتك. فمهم جدا ان انا اختار الناس اللي حواليا عشان اعرف اكون انسان جديد، اعرف اكون انسان سعيد. ننزل بقى، معلش حبيبتي معلش، ننزل بقى مع بعض كده بسقف التوقعات في البني ادمين. لا تتوقعي ان حضرتك البني ادمين اللي حواليكي هيحبوكي اكتر من نفسهم، لا تتوقعي ان البني ادمين اللي حواليكي هيقدموا لك، هياخدوا اللقمه من بقهم ويديها لك. مفيش غير ابوك وامك بس اللي في الدنيا اللي هيعملوا كده. اي حد في الدنيا مهما كان بيحبك، مهما كنتي غاليه عنده، مش هيفضلك عنه. اللي بعده بقى، بلاش نفخم في الاشياء عشان تعرفي تكوني انسان سعيد وانسان جديد. اللي يجيب لك ورده تشكريه على الورده، ما تحسوش ان هو جاب لك مشتل الورد. اللي جاب لك بيت تشكريه على البيت، ما تحسوش ان هو جاب لك فيلا. بلاش الله وتحفه وايه الخطاره دي وايه العظمه دي، عشان ده بيخلي اللي قدامك ما يقدملكيش حاجه بعد كده. بلاش ترضي بقليلك، معلش انا اسفه، ارضى بقليلي ده يعني لا. عشان تعيشي انسان جديد، عشان تعيشي انسان سعيد، لازم تعيشي على القدر اللي انت تستحقيه.
اخر حاجه بقى، لازم يكون عندك هدف في الحياه، لازم يكون عندك هدف في الدنيا تعيشي عشانه. الهدف ده قد يكون انك تبقي ست متجوزه وتربي عيالك كويس. الهدف ده ان انت تكوني دلوقتي مش متجوزه وبتتفرجي عليا وسنك كبير بس قاعده بابوكي وامك بتراعيهم. الهدف ده ممكن يكون عمل، الهدف ده ممكن يكون عربيه بتحوشي لها، الهدف ده ممكن يكون دراسة، الهدف ده أي مكان، عايزة تتجوزي وتخلفي، أي مكان هدفك، بس لازم يكون عندك هدف في الدنيا تعيشيله أو تعيشي عشانه، أو يبقى تارجت بالنسبة لك، حاجة أنا بخطط لها علشان أوصل لها، ولما تخطط لها يبقى اللي بعده لازم يكون عندك هدف في الدنيا. دول ال10 حاجات خلاصة كل علماء النفس، وال10 حاجات دي هتغيرك 180 درجة لو عملتيهم كلهم.